السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ عملت طريقة جميلة للفراخ فطار تاني يوم رمضان. عملته بطريقة تحفة يا جماعة، حاجة كده من الآخر. عملت لها تتبيلة كمان جميلة قوي. هتعتمدوها على طول في جميع التتبيلات بتاعة الفراخ. لا هتحتاجي بقى شواية ولا أي حاجة ولا هتسلقي. عملتها بطريقة تحفة. معايا فرخة كاملة قطعتها حوالي عن 9 قطع بالشكل ده. عملت لها فتحات بقى من كل النواحي. مسكت كل حتة كده عملت لها فتحات عشان تشرب التتبيلة كده وتستوي معانا ما تغيبش في السوا. عملت كل الكمية كده بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وهنيجي بقى نعمل لها تتبيلة حلوة كده خرافة. جبت بقى البولة بتاعتي وجبت علبة زبادي زي دي كبيرة يا جماعة ما تكونش صغيرة. وجبت معلقتين من الصلصة برضو نزلت بيهم. ونزلت بالبهارات بتاعتي بهارات فراخ معلقة صغيرة. وبهارات وفلفل اسود. وحطيت برضو جنزبيل بودرة. وحطيت بهارات اللي هي المشكلة. وحطيت ملح وكمون وكزبرة حطيت الاتنين. وحطيت نص معلقة برضو صغيرة يا جماعة من الرقم اللي ضرب عليا بتاع الكنافة يا مصطفى نزلت بيهم. وحطيت ينفع برضو كده؟ خل حوالي عن نص كوباية كده. قلبت كل ده مع بعضه كده وقلبت التتبيله حلو. جبت الفراخ بتاعتي بدأت اللي انا اتبلها بالشكل ده بقى واشربها من كل النواحي كده. ودخلت في الفتحات اللي فيها كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. التتبيله دي يا جماعه حلو حاجه كده من الاخر جميله قوي بتخلي الفراخ طعمها جميل قوي. على فكره انا بعملها من بالليل. بتبلها من بالليل. لو عايزه تعمليها ما بتغيبش على فكره التتبيله دي برضو لو مش محتاجه ان انت تقعديها كتير. على الاقل يعني 4 ساعات. بعد ما اتبلت بقى تاني يوم بقى جبتها. وبدأت اللي انا اجيب صينية بالشكل ده. ورصصت الفراخ بتاعتي كلها كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بكون مولعة الفرن على درجة حرارة عالية على اعلى درجة حرارة بيسخن الاول تماما. وبعد كده بغلف الصينية. نزلت التتبيلة يا جماعة اللي كانت فيها نزلت البواقي يعني على الفراخ كده. هجيب بقى الورق الفويل وهلف الصينية بتاعتي وادخلها على الفرن على طول. وهدي البوتاجاز شوية على يبقى مثلا الفرن يعني على درجة حرارة 200. هتطلع معايا بالشكل الجميل ده. تحفة تحفة. طعم وريحة كانت قلب البيت كله. جميلة قوي يا جماعة تجربوها. وهتكتبوا لي في الكومنتات وتدعوا لي كمان من طعمتها ومن حلاوتها. ما شاء الله يا جماعة تحفة. جربوها واكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم. لايك وشير لو عجبك الفيديو.